طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين. عدد آخر من برنامج اربح مع تميم يأتيكم من محلات الأقصى للتسوق. انتظرونا بعد هذا الفاصل. هذا البرنامج برعاية أول متسابق أعزائي المشاهدين، رمضان مبارك نتعرفوا عليك. السلام عليكم. الوحيد الضوي من الطلب العربي. من الطلب العربي. لوحيدي، عندنا الدين، الثقافة العامة والرياضة، أي مجال تختار؟ الدين ولا الثقافة؟ والله يا ولد عمي صراحة ما كانش. لا، ما عندناش. لا نقول كيف تطلب؟ الرياضة. 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 من 1 إلى 4. 4. السؤال رقم 4. ما اسم أول دولة أفريقية تأهلت إلى كأس العالم؟ الجزائر. الجزائر يا فهم. والله نعطيك فرصة أخرى. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. كاش يعانى يا ولدي. أنا أعطيتك فرصة ثانية. كاميرون. للأسف الإجابة غير صحيحة، نتمنى لك حظ أوفر إن شاء الله. متسابق آخر أعزائي المشاهدين، رمضان مبارك، تعرف عليك. السلام عليكم. فتاح عبد الحميد من الطلب العربي. الطالب العربي. فتاح، لدينا مجال الدين، الثقافة العامة والرياضة، أي مجال تختار؟ الدين. مجال الدين. من 1 إلى 4، أعطينا رقم. 2. السؤال رقم 2. لماذا كان يذكر اسم سيدنا الإمام علي مقرونا بقوله كرم الله وجهه؟ سيدنا علي عندما نقول سيدنا علي رضي الله عنه يقرن أيضا الاسم بكرم الله وجهه. لماذا هذه الجملة نقولها بعد موجه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. موجه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعطوك فرصة ثانية. سما كي جاو كفاري ونجي سيدنا محمد كون. للأسف الإجابة غير صحيحة، أتمنى لك حظ أوفر إن شاء الله. شكرا. متسابق آخر أعزائي المشاهدين، رمضان مبارك، تعرفوا عليك. عبد الجليل الحوامدي. عبد الجليل الحوامدي. لدينا الدين، الثقافة العامة رياضة. والرياضة، أي مجال تختار؟ رياضة. مجال الرياضة. عندنا من 1 2 و4. 3. السؤال رقم 3. ماذا تمثل الحلقات الموجودة في علم الأولمبياد؟ مثل القارات الخمس. تمثل؟ القارات الخمس. نعطيك فرصة ثانية ولا متأكد من إجابتك؟ متأكد من الإجابة. 100%. 100%. إذن يفوز معنا عبد الجليل الحوامدي في العدد السادس من برنامج اربح مع تميم في محلات الأقصى للتسوق. تفضل بالبقاء معنا. قسيمة شراء بقيمة 1000 دينار جزائري مهداة من طرف محلات الأقصى للتسوق. والآن كلمة توجهها للمتابعين. أقول رمضان سعيد لكل الشعب الجزائري، ونشكركم على هذه المسابقة. شكرا، بارك الله فيك. شكرا. إذن أعزائي المشاهدين، شكرا لكم على طيب الإصغاء وكرم المتابعة. وهذا السؤال موجه إلى حضراتكم وهو كالتالي: ما هي الدولة الأولى الإفريقية التي تأهلت إلى كأس العالم؟ قدموا الإجابة في تعليق مرفق بالاسم واللقب، وشاركوا العدد حتى تقبل الإجابة. تدخلون معنا في السحب الأسبوعي. صحف تركو.